اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عايزة اقول لكم وحشتوني جدا جدا جدا، وعايزة اقول لكم كمان ان تفاعلكم مع صفحتي شيء بيسعدني، وعايزة اكبر الصفحة بيكم. اللي ما ضغطش على زر الاشتراك يضغط على الاشتراك او سبسكرايب، ونعمل لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد، ويكون في تواصل بينا، تواصل من اي نوع. بحبكم في الله. النهاردة هنتكلم عن بعبع السجن الحربي، ملك التعذيب، العسكري الأسود، جلاد السجن الحربي، ونهايته السودة بعد تطاوله على الله عز وجل. طبعا عرفنا بنتكلم عن مين. حمزة البسيوني. كان مجرد ذكر اسمه بيصيب المصريين بالرعب، ومجرد ذكر كلمة السجن الحربي بيصيب المواطنين بالهلع والخوف من هول التعذيب اللي كان بيمارسه على المساجين السياسيين. حمزة البسيوني كان عنيف جدا، وكان بيتفنن في ألوان التعذيب، لدرجة إنه كان بيدفن المساجين أحياء في الصحراء المجاورة للسجن الحربي. النهاردة هنفضح رمز من رموز القمع والقهر والاستبداد. اتولد حمزة البسيوني سنة 1922 في عيلة كبيرة جدا، وهي عيلة البسيوني. حمزة البسيوني كان نفسه من وهو صغير يكون ضابط، لكن أبوه القاضي الشرعي كان له رأي تاني، كان نفسه يبقى قاضي زيه، وعلشان كده دخله كلية الحقوق. وبمجرد ما دخل كلية الحقوق اتعرف فيها على صديق جديد، وهو فتحي رضوان، اللي أصبح بعد كده وزير للإرشاد القومي في بدايات عهد ثورة 23 يوليو، اللي هو وزير الإعلام حاليا. وحكى بنفسه وقال: اتعرفت على حمزة البسيوني في كلية الحقوق، وكان طيب جدا ورقيق للغاية، وكان فيه بساطة وطيبة، وكان بيشارك في مظاهرات الجامعة، وكان بيتصدى للبوليس. حتى لما كان بيتصدى للبوليس كان بيتصدى بطريقة مضحكة، كان بيرش عليهم مية، وأصحابه يضحكوا عليه من كتر السذاجة والطيبة. لكن من كتر حبه للكلية الحربية وإصراره إنه يكون ضابط، حول من كلية الحقوق للكلية الحربية، وفعلا يدخل حمزة البسيوني الكلية الحربية ويتفوق فيها ويتخرج ويبقى ضابط، كله مرح وبشاشة وضحك، وده اللي كان باين قدام الناس. واشتغل في وحدة عسكرية للجيش المرابط بالقرب من بعض المؤسسات الحكومية الخاصة بجمع تبرعات المعونة الشتوية. ووقتها اتعرف على الدكتور سيد عويس، واللي أصبح بعد كده أستاذ علم الاجتماع الجنائي في مصر. وحكى بنفسه وقال: اتعرفت على حمزة البسيوني وكان على قدر من النزاهة، وكان لسه ضابط صغير متخرج من الكلية، وكان إنسان طيب ولطيف للغاية ومسالم لأقصى درجة، وكان دايما بيضحك وبيهزر وتحس إنه طفل صغير. وما كانش فيه أي حاجة غريبة غير حاجة واحدة بس، إنه كان دايما بيحكي إنه بيحب واحدة متجوزة، وبيسعى إنه يطلقها من جوزها ويتجوزها هو. وبتمر السنين وبيتعرف حمزة البسيوني على صلاح نصر. كلنا طبعا عارفين مين هو صلاح نصر، اللي بعد كده عرفه على عبد الحكيم عامر وضموله الضباط الأحرار. وتعرف بعدها على الرئيس عبد الناصر، وجت ثورة يوليو ومشي الملك فاروق لغاية لما جه يوم 26 أكتوبر 1954، يوم حادثة المنشية في اسكندرية، واللي فيها تم محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر. وكان التوقيت ده الظهور الأول لحمزة البسيوني على الساحة، حيث تم إصدار قرار بإنشاء السجن الحربي في مصر، ويتولى حمزة البسيوني مسؤولية إدارة السجن الحربي، وزي ما يكون مستني اللحظة دي. وبعد ما كلفوا حمزة البسيوني بإدارة السجن الحربي، كان السجن سيء السمعة بسبب التعذيب اللي كان بيشوفوا المساجين، واللي اتقتل بعضهم فيه، وأشهرهم المنذر سيد قطب. وتحول حمزة البسيوني لشخصية وحشية، واشتهر ببعبع السجن الحربي، وهو أول من أدخل المدنيين السجون الحربية. وكانوا مسميين السجن الحربي الأوبرج، وكانت مساحته 6 فدادين منقسمة إلى 4 سجون، وكل سجن أسوأ من الآخر. وكان في مدينة نصر اللي كانت صحراء وقتها، والكل كان بيحكي ويتحكى عن اللي كان بيعمله حمزة البسيوني في المعتقلين. كان بيستقبل المساجين بالكلاب تنهش في أجسادهم، أصله كان بيعشق الكلاب قوي، ويأكلهم أفخر أنواع اللحوم وياكلوا قبل أي حد. وأي سجين يتم إرساله بتوصية من قيادة عليا يتم حبسه في زنزانة مع مجموعة كلاب تاكل وتشرب معاه، وتقضي كمان حاجتها في فرشته. الضباط نفسهم كانوا بيخافوا من الكلاب،
وكان حمزة البسيوني بيعذب الدعاة والمدنيين والسياسيين بكل وحشية، مثل الجلد بالكرابيج السوداني بعد دهن المسجون بالزيت، وحرق الأجساد بالنار، وسحل المسجون على الزجاج، وجلد المسجون وهو عاري تماما، ودفن المساجين أحياء في الصحراء المجاورة للسجن. أصل البيه سافر بعثة مخصوص لأمريكا يتعلم فيها فنون التعذيب والقتل اللفظي والمعنوي، وما وقفش على كده وبس، ده كان بيبتكر أنواع تعذيب جديدة، وكان بيربط المساجين بطوق من رقبتهم ويأمرهم يتحركوا وياكلوا ويشربوا ويهوهوا زي الكلاب بالظبط. والفنان عبد المنعم مدبولي أدى دور عمره في فيلم إحنا بتوع الأتوبيس لما جسد مشهد الكلب، وجسده ببراعة، وقال إن المشهد ده بكى مصر كلها، وإن المشهد ده فعلا حصل في الحقيقة، وإن في واحدة جارته جوزها كان محبوس في المعتقل وحاولت تزوره كذا مرة، وفي كل مرة كان حمزة البسيوني بيأكد لها إن جوزها مش عنده، والست ما فقدتش الأمل، وفي يوم أخدت بنتها ومعاها وراحت لحمزة البسيوني تتوسل إليه علشان تزور جوزها، وأخيرا أمر الحراس إنهم يجيبوه علشان تتفاجئ إن جوزها خارج لها على إيده ورجله ومربوط بسلسلة من حديد من رقبته زي الكلب. وحمزة البسيوني واقف مستمتع وسأله قدام مراته وبنته وقال له أنت إيه؟ قول لمراتك أنت إيه؟ رد الراجل باستسلام وقال له أنا كلب يا بيه. حمزة البسيوني ضحك وقال له والكلب بيعمل إيه؟ اعمل زي الكلب بالظبط. قعد الراجل يهوهو قدام مراته وبنته، وحمزة في قمة سعادته وقال لمراته صدقتي إن جوزك مش عندي؟ أنا اللي عندي كلب. وأكتر الناس اللي داقوا العذاب ألوان على إيد حمزة البسيوني هو الكاتب الكبير مصطفى أمين، وحكى في كتابه سنة أولى سجن إن حمزة البسيوني في يوم دخل عليه الزنزانة وهم بيعذبوه وهو عريان تماما ومصلوب على الحيطة ونازلين فيه ضرب، علشان يقول للظباط اللي بيعذبوه لا 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 انتوا كده مدلعينه، هاتوه عندي علشان يعرف معنى التعذيب اللي بجد. وهم في الطريق قال لمصطفى أمين أنا مش بستلم المساجين بإيصال، ولا مسؤول عن حياتهم، ولا مسؤول عن تقديمهم للمسؤولين على قيد الحياة، ومحدش بيحاسبني على الجثث، ولا حد يعرف عندي مساجين قد إيه، يعني أقدر أقتلك في أي وقت. أنا ياما دفنت مساجين سياسيين في الصحراء هنا، وكان بيجيلي عليهم كمان جوابات شكر. أنا هنا في السجن النيابة والمحكمة والقاضي والدولة كلها. وفعلا شاف مصطفى أمين أسود أيام حياته في السجن الحربي وهو مريض سكر، وكان حمزة بيعذبه بالجوع والعطش علشان يفقد السيطرة على أعصابه ويمضي على أي حاجة هم عايزينها. ويقال إن حمزة البسيوني كان في مرة بيعذب أحد الدعاة، ومن شدة التعذيب كان المسجون بيقول يا رب علشان يرد عليه حمزة البسيوني ويقول له لو نزل ربنا هسجنه في الزنزانة اللي جنب. ومن القصص العجيبة اللي حكاها مصطفى أمين في كتابه إن حمزة البسيوني دخل على مسجون غرقان في دمه وقال له سمعت إنك مهندس مباني، لو عملتلي تصميم قصر صغنن كده أعيش فيه هنا في السجن هوقف تعذيبك، بس بشرط إنه يعجبني، ولو ما عجبنيش هضاعف تعذيبك. وعمل المهندس الغلبان التصميم والحمد لله عجبه، وأمر إن كل المساجين يشتركوا في بنى القصر ده، وكان بيشتغلوا ليل ونهار بدون توقف علشان يترحموا من كرابيج البسيوني، وكانوا بيشيلوا الطوب والرمل على دماغهم رغم انهم مش بنايين، وكان منهم الدكاترة والمحاميين وأساتذة في الجامعة وأساتذة في الطاقة الذرية. واتبنى القصر واتعمل حواليه سور علشان يتحول لقلعة مسلحة. أصل حمزة البسيوني كان مرعوب إن المساجين اللي عذبهم وقلع ضوافرهم وكسر سنانهم ينقضوا عليه ويقتلوه، علشان كده كان دايما حاطط في أوضة نومه قنابل يدوية ورشاشات وتحت مخدته مسدسين، واللي كان خايف منه حصل. وسنة 59 السجن عمل مظاهرة لإيقاف حمزة البسيوني، وعملوا ثورة مساجين واحتجزوا السجانين وأخدوا منهم السلاح. أيوة كده يا رجالة. والظباط والحرس فوق سمعوا الهرجلة والدوشة راحوا جايين جري، لكن كان خلاص المساجين احتلوا السجن وسيطروا عليه تماما. وأركان حرب السجن مسك الميكروفون وقعد يهديهم، لكن هو مين؟ الكيل طفح خلاص. كان حمزة البسيوني وقتها في اسكندرية، كلموه قالوا له الحقنا يا قائد. قال لهم طيب اضربوا كام رصاصة في الهوا كده هوشوهم يعني لغاية لما ارجع. راح المتخلفين ضربوا رصاص لكن ما كانش في الهوا، وقتلوا مسجون واتصاب كتير. الدنيا ساعتها ولعت أكتر،
وحمزة البسيوني اللي كان عامل فيها 7 رجالة في بعض رجع وقعد يهدد في المساجين، فاكرهم هيخافوا منه لكن ولا عبروه، وقعدوا يشتموا فيه وقالوا له ربنا ينتقم منك يا حمزة. ساعتها حمزة رجع لورا وقال لهم طيب انتوا عايزين ايه يا رجالة؟ انا هنفذ لكم كل طلباتكم. قالوا له هات لنا المشير عامر بنفسه. قال لهم ده في سوريا. قالوا له ملناش فيه. وفضلوا المساجين محتلين السجن 3 أيام بحالهم. جالهم الفريق علي عامر رئيس أركان حرب الجيش وقال لهم المشير بعت بنفسه علشان ألبي طلباتكم. قالوا له حمزة يمشي من السجن. قال لهم موافقين، حمزة هيمشي من السجن. قالوا له مفيش حرس حمزة. قال لهم مفيش حرس حمزة. قالوا له ولا في تعذيب. قال لهم ومفيش تعذيب. وعبد الناصر لما عرف الحكاية قال لعبد الحكيم عامر لا كده مش هينفع، احنا نرقي حمزة وننقله بعيد عن السجن. وفعلا اترقى حمزة واتنقل بعيد عن السجن علشان الرئيس جمال عبد الناصر يفوجئ بحمزة داخل عليه مكتبه وبيوطي على ايده ورجله يبوسهم وبيعيط زي الستات وبيقول له انا عرفت يا ريس انك حكمت عليا بالاعدام. الرئيس جمال عبد الناصر استغرب وقال له انا يا ابني ده انا رقيتك ونقلتك مكان يليق برتبتك. حمزة رد عليه وقال له انا لو سبت السجن اعداء الثورة هيقتلوني لاخلاصي للبلد وحبي للثورة. وقعد يعيط زي الستات ويتحايل على عبد الناصر لغاية لما اضطر الرئيس يرجعه مدير للسجن الحرب تاني وقال له لو حد اشتكى منك انا هحيلك على المعاش. وبعد ما ارتاح منه السجن 2 أسبوع رجع لهم تاني علشان ينتقم منهم ويعذبهم اكتر من الاول، لدرجة ان المساجين كانوا بينتحروا وما كانش بيعدي 1 أسبوع من غير حادثة انتحار. وحصلت نكسة 67 وتخلص عبد الناصر من كل رجالة عامر، وكان منهم شمس بدران اللي بدع فكرة التعذيب في السجون أساسا، وحمزة البسيوني والشلة كلها. واتقبض على حمزة البسيوني علشان يتحاكم بتهمة تعذيب المساجين السياسيين، لكن فجأة وقفت التحقيقات معاه. أصله اعترف بكل حاجة وقال أنا قتلت وعذبت المعتقلين لكن مش من نفسي، ده بأمر من مراكز القوة اللي موجودة في الدولة، أنا كنت عبد المأمور. قال لهم وكمان معايا كشف باسم كل واحد قتلته وقدامه اسم اللي قال لي يقتله. وطبعا كان هيضر أسماء كبيرة في الدولة زي سامي شرف وشعراوي جمعة وعلي صبري، فوقفوا التحقيقات معاه فورا واتحكم عليه 2 سنين كانوا أسود 2 سنين في حياته، وكان منبوذ من كل اللي حواليه وكل المساجين كانوا بيتشافوا فيه. وكان معاه صلاح عيسى وأحمد فؤاد نجم اللي ما كانوش مصدقين ان البابا محبوس معاهم وما كانش حد بيعبره. وحمزة كان بيخاف من أقل مخبر في السجن، ولما مسك السادات الحكم أمر بهدم المعتقلات السياسية كلها وخرج المعتقلين السياسيين بعفو رئاسي، وكان منهم حمزة البسيوني وشمس بدران. وفي 19 نوفمبر 1971 كان أول أيام عيد الفطر، وكان حمزة وأخوه رايحين اسكندرية، وكان أخوه سايق العربية بأقصى سرعة علشان يدخلوا في عربية نقل كبيرة محملة بأسياخ حديدية بالقرب من مدينة أوسنا، وتخترق الأسياخ الحديدية جسد حمزة وترشق في كل حتة في جسمه لدرجة إن كتفه اليمين انفصل من جسمه ورقبته اتقطعت وانقسمت جمجمة حمزة لنصين. ويقال إن في طالب بكلية الطب اشترى جمجمة حمزة من التربي وعمل نصها طفاية سجاير والنص التاني عمله طبق للعصافير تشرب فيه في البلكونة. بس الغريب ان العصافير كانت بتقرف تشرب من جمجمة حمزة. سبحان الله، ان ربك لبالمرصاد. عايزة اقول لكم حاجة يا جماعة، اي حد فينا ربنا مديله سلطة او جاه وتحت ايده ناس يتقي ربنا فيهم علشان هيتسأل عليهم، ودعوة حلوة احسن من ان حد يدعي عليك، واياك ودعوة المظلوم. والسلام عليكم.